اخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في كل حتة وفي كل مكان اينما كنتم. احلى مسا عليكم حبايبي. في ناس بقى اللي هم اعداء النجاح اللي اتكلمنا عليهم في الفيديو بتاع العمال اللي رحت صورت معاهم في الموقع بتوع المنوفية، فاكرهم واحد واحد على فكرة، وبتاع الشرقية الزقازيق، واللهم صل على النبي بتاع ابن بلدي كملاترون من بلدياتنا برضو، يعتبر كفر منصور وكملاترون راجل واحد برضو. واخواتنا اللي جايين من كفر منصور 28 جايين اليومين الجايين دول ان شاء الله، يعني بكره في شيء جاي وهكذا. الناس حجزت خلاص وجايه عشان مكاتبهم بقى ما بقتش تشتغل، ما تعرفوش تقلبوا اللي جاي لكم، طلع لكم شوكه كده في زوركم، فلازم نعمل بقى ننشر. خلي بالكم من النصابين لما مفيش تاشيرات عمل. هو انا كنت جبت سيره بفيديو ان انا بجيب تاشيرات عمل ليه؟ ادي بالسحلاوه انا مثلا، انا مجرد ان انا بشتغل في الشركه هنا بعمل اعلانات للمصريين، لان مفيش حد فيهم بيتكلم مصري. هم لما لقوا عندي متابعه 400,000 والحمد لله بقى 720,000 760,000 النهارده، وان شاء الله يومين ولا حاجه هنحتفل بالمليون عشان يتحرق دمكم اكتر وتغلوا اكتر. مكاتبكم اتقفلت، انا عارف المكاتب بتاعتكم اتقفلت، ما هو عشان نيتكم السودة. ما هو اصل لازم تنظف جوه قبل ما تنظف بره، يعني مش تستحمى بره وسايب جوه اسود بلاك بلاك. اعوذ بالله عليكم. هو انا كرهتكم من شويه وسبت لكم الدنيا من شويه؟ ده انتوا بتكرهوا الواحد في عيشته، بس انا برضو اخواتي ورايا وبيدعموني. يعني كل اللي انتوا بتعملوه ده اهو بتنشروه الناس بتدعمني اكتر، ودلوقتي في فيديو لحم في الفيديو ده اهو هيفضحكم اكتر. يعني بص بقى، عليا النعمه ما هحلكم، عليا النعمه لا هجيب امر من السفاره الارمنيه في مصر بقفل مكاتبكم، عشان انتوا اصلا انتوا اللي نصابين. عشان لما تقول على مواطن محترم وشريف انه نصاب وبينصب على الناس، يبقى انتوا اللي مش محترمين. عشان احنا ببعتهم لمكتب راجل زي نوبة حالاتنا بيحس بالغلبان وبياخد 5000 وانتوا بتاخدوا 15 و20، فانتوا الشغله نامت معاكم، فان ايه نطير دب فيديو. انا عايز بقى واحد من اللي انا بتابعهم من ال 760 متابع بتوعي يكون حول لي جنيه واحد على فودافون كاش ولا على اي حاجه. يا جدعان حرام حرام، الناس غلابه، حرام عليكم، حسوا بالناس عشان ربنا يحس بيكم. ده انتوا مش هتلاقوا تربه تساعكم، ده انتوا هتتشووا كده في نار جهنم. والله العظيم نار جهنم ده شويه عليكم، واحنا هنبقى واقفين بره نتفرج عليكم ونضحك، نقعد نضحك كده. عالم انا مش عارف، انا مش عايز القناه بتاعتي يبقى فيها الفاظ سوقيه. الفيديو لاحم ومن لسان الباشمهندس ومحضر له لستة اسئله دي بالعند فيكم. مرتب العامل ايه؟ وشغال بالانتاج ولا باليوميه؟ وهل اول ما ينزل من المطار هيجي على السكن ويروح على الشغل على طول ولا ايه؟ والمرتبات هنا عامله ايه؟ والاكل والشرب عامل ايه؟ وكل اللي انتوا بتكرهوا الناس فيه عامل ايه؟ وكله على الطبيعه والمشاهده للجميع. ده اخواتنا الصعايده نازلين فيا مدح، نازلين فيا مدح ولايكات وتعليقات وتشيرات وبيدعموني. هم اخر جاي منهم حوالي 30 40 راجل بقى، مش مش زي ايوه عارفين نفسكم انتوا. وفي ناس يا اخي متخفيه وعامله نفسها محترمه، والواحد كان فاكرهم ناس محترمه وللاسف برضو طلعوا. بس برضو ربنا بيوقف له ولاد الحلال اللي بيبينوا لي مين اللي بيحب ومين اللي بيكره. ما انا وانا بسجل الفيديو مع بتاع الشرقيه العامل في المباني بقول له المصريين ما بيحبوش بعضهم، قال لي لا مش كله مش عارف ايه. انا بايده في الحته دي، بس اللي بيحبوا قليلين، اللي بيحبوا بعض قليلين. الاخوات النهارده ده عايز يبقى احسن من ده. الاخوات النهارده الدنيا بايظه، الدنيا بايظه. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، في كل ظالم، في كل ظالم حسبي الله ونعم الوكيل فيه. وان شاء الله انا هقفل لكم مكاتبكم. انا وعدتكم وعد الحر دين عليه. الجنرال المصري في ارمينيا وهو مكانه كده وقاعد مكانه، الباشمهندس ده الكارنيه بتاعه دخلنا بيه قوات مسلحه نصور دبابات وصواريخ، ويمكن انتوا شفتوا الفيديو بتاعها برضه انا نشره.
يعني الراجل ده كان في خناقه هنا بين مصري وهندي والاتنين اتسلموا بسبب خناقه مع بعض، بس هو ما بيحبش الهنود يعني الباشمهندس. وانا برضو مصور فيديو عنده في بيته وانا بتعشى معاه وانا بتغدى معاه امبارح، ان هو ما بيحبش الهنود، بيحب المصريين وبيزور مصر، ومراته قعدت تشكر في مصر والكلام ده كله. يعني راجل بيحب المصريين. احنا لازم نبقى صورتنا حلوه قدام منه، مش بالقذاره دي والسفاله دي. ده انتوا بترخصوا قوي في نظري كل يوم عن التاني. ده انا معايا فيديوهات ليكوا، مش مجرد المنشور وكلام فاضي، لا بس انا بس عامل من اللي يعني ايه، ليا فيكوا حته كده، ليا عندكم حته بتخصني، فدي اللي انا عامل خاطرها. لكن انا بعد كده مش هعمل حساب لحاجه خالص. اعملوا حسابكم على كده، ان بعد العسر يسر، ان بعد العسر يسر. مش عارف اقول لكم ايه، والله حسبي الله ونعم الوكيل. اخواتي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عندي خبر حلو انا بقى ايه هيريح قلبكم وفي كل الاسئله، عشان بعد كده ايه التعليقات تبقى ايه كلمه حلوه بس لاخوكم، مش عايز اكتر من كده في التعليقات. وتشيروا فيديوهاتنا عشان الناس اللي هي الوحشه السودا من جوه دي تتبط شويه. يعني ايه تتبط شويه؟ جبت لكم الاخ ليا مصري هو في مصر وانا بكلمه من مصر دلوقتي، فيديو مباشر هيترجم الكلام اللي بيني وبين الباشمهندس. انا بتكلم باللغه العربيه بتاعتي بالفطره، والباشمهندس قد الدنيا بيتكلم باللغه الارمنيه، فاحنا عايزين وسيط بيننا نوصل لكم الصوت بتاع الراجل ده اهو، ان هو يخش هنا ونفهمه. كده اوكي؟ معانا الراجل المترجم. اتعرف بحضرتك. مش مهم. اوكي طيب. السؤال الاول اخواتنا المصريين لما يجوا من مصر، هل هينزلوا العمل على طول ولا هيقعدوا فتره للاقامه وبعد كده هينزلوا العمل؟ Obojan, ինքը դարձնեգոր եկիպ դոսեն երբ որ երիտասարդները կորցավորները կան, ուղիղ կորցի սկսվում են, թե պիտի սպասեն միջոց ժամանակը որպեսի տասավորեն իրենց գործ գտնեն, թե չգտնեն։ Հասկացա։ Նախ եւ առաջ հարցս հետեւյալ տարբերակով յուրաքանչյուր մասնագետի պահանջարկը Հայաստանում կա։ Լավ մասնագետի կապ չունի ով է։ Յուրաքանչյուր մասնագետը առավել եւս այժմ աշխատանքի սեզոնը բացվել է, միանգամից անցնում են աշխատանքի։ Ամենաշատ 2-3 օրվա ընթացքում առավել եւս ինձ մոտ աշխատելու հետ կապված պատշաճ վարպետները այսօր եկան, վաղը մտնում են աշխատանքի։ Իրենք օր չեն կորցնում։ هلا استاذ هوفا عم بيقول بالنسبه للشغل عنده هو اي شاب بيجي بالمباشر لعنده ثاني يوم ببلش الشغل. اما بالنسبه لاي حدا جاي من مصر على ارمينيا مش عند صاحب ورشه، ممكن خلال 2-3 يلاقي وظيفه، بالاخص لانه نحن هلا بالموسم. يعني انت اليوم لما بدك تجي على بلد اكيد بيكون في عندك حدا بلدياتك قرابتك موجود لا يقدر يساعدك. هذا الشخص بما انه نحن هلا بالموسم فخلال 3-4 ايام اكيد بدبر له الشغل، بس اذا عنده بالمباشر ثاني يوم ما بتوصل ببلش الشغل. تمام. شو بتحب تسال غير شيء؟ حبيب اخوك كده الشغل اللي هينزل بيحطوا حقيبته وبينزل الشغل. يعني اللي جاي من مصر واللي جاي من غير طريقنا احنا وبرضه عاوز شغل كبيره بيقعد 2-3 برضه الراجل بيشغله، بس المهم انه يكون مصري عربي كده. يعني بالنسبه للسؤال الثاني، المتر الطوب مباني بالشغل هل بالانتاج ولا باليوميه؟ Obojan, Gartsnegor kar շարելը օրականով է, թե 1 մետր քառակուսիով։ Ինձ մոտ քար շարելը միշտ կա աշխատանքի գործոնն ու բնույթը։ Վարձատրությունը հաշվում է հետևյալ կերպ՝ յուրաքանչյուր մետրի համար։ Յուրաքանչյուր մետր 1 մետր քառակուսի բլոկ շարելը 1800 դրամից 2200 դրամ է։ Տրվում է աշխատավարձը յուրաքանչյուր 15 օրը 1, բացի դա, եթե ֆինանսապես նեղվում են, ես տալիս եմ ավանսային գումար, որ չնեղվեն։
այսինքն դուք որ իրեն վճարեք, այսինքն կարող է 15 օր չէ, կարող է 10 օր մի շաբաթեն, այսպես հասկանամ։ 15 օրը մեկ հաշվարկվում է իրենց աշխատավարձի չափը, սակայն լինում է, որ ասենք ֆինանսապես նեղվում են, ձեռները փող չկա, ուտելու եւ այլն։ Ռոքներ 15 օրը չի պետք։ Ահա, ես տալիս եմ որոշակի ավանսային գումար, որ տղեկը չնեղվեն, ուտելա, վարձա, բնակարանա, ծխախոտա եւ շարունակ բաների համար։ Նոր այնուհետեւ իրենց ասենք աշխատանքը ամսվա կտրվածքով ավարտում են, ընդհանուր հաշվարկը արվում է եւ ընդհանուր գումարը, որքան իրենք քառակուսի մետր շարել են, ես դրա դիմաց իրենց վարձատրում եմ։ Աշխատավարձը տրվում է ճիշտ ժամանակին, առանց ուշացման, հստակ այն վերջին դրամը միանշանակ վերադարձում իրենց։ Մետր քառակուսին կարգ շարելը 1800-ն 2200 դրամ։ Այո։ Մոտավորապես եթե դոլարով ասենք, այսինքն մենք ասենք որ 5.5 դոլարեն 6 դոլար, այդպես։ Մոտավորապես այո։ Եթե ինքը լավ վարպետ լինի, յուրաքանչյուր լավ վարպետը, պատշար վարպետի մասին է խոսքը, ինքը միանշանակ 10-ից 15 քառակուսի կշարի։ شاء الله اوكي صديقي عم بيقول معلم هو عنده الشغل المتر على المتر المربع صف الحجر على المتر المربع صف الحجر على المتر المربع بيقبض بين ال 1800 وال 2200 يعني تقريبا عم نحكي بالدولار بين ال 5 دولار. لا خلينا بالدرام عشان اعمل لهم الحسبه بالدرام. من 1000 بيبدا من 1800 ل 2200 فتله وميزان، كل واحد على جوده شغله، المهندس بيستلم منه جوده فتله وميزان، بيتراوح السعر من 1800 حد ادنى ل 2200 حد اقصى، ده بالنسبه للطوب وعرفناه. طب بالنسبه للعامل المساعد بتاع البنا، بالنسبه للعامل المساعد خليني اكمل لك، خليني بس اوضح لك شغلتين. اوكي بالنسبه للقبض بيقبض كل 15 يوم. القبض كل 15 يوم. اذا كان هو معلم جدع عم بيقول بيقدر يعمل بالنهار الواحد بين ال 10 وال 15 متر شغل. زائد اذا في حال هو تنفترض اجى بيوم العاشر احتاج مصاري. ها نرغوتشون عم بيقول هو ممكن بنفس الوقت يعني ممكن ياخذوا السلفة على المبلغ، مش انه ملزم ب 15 يوم تمام وبس. تمام. القبض هنا يا اخواتي كل 15 يوم، حد او حد لا القبض. لو عاوز سلفة بس لازم يكون عدى عليك 10 ايام من تاريخ العمل، عايز سلفة هو ما عندوش مانع، بيقول لك نو بروبلم مفيش مشكلة بالنسبة للسلفة. يبقى احنا كده عرفنا المتر بكام والراتب كام، وكده انت بتعمل بتتراوح كم متر. بيقول لك لو انت معلم هتعمل 15 متر، اضربوا بقى انتوا 15 في 2000 وخليها في المتوسط ل 2200 ولا 1800. طيب ده بالنسبة المعلم. الصبي بقى اللي هو المساعد اللي بيخدم على المعلم، الراتب بتاعه الأجر بتاعه بياخده من المعلم ولا المهندس اللي بيدفعه برضه؟ Hacan. Is oknagana ashkadabartska farbeden gdersene arbor metr karagusin vragstana gam kesmegstana oragana. Օգնող ուժը իր գումարը ստանում է իր վարպետից։ Վարպետը իր ստացած յուրաքանչյուր 1 մետր քառակուսի վարձատրությունից վճարում է օգնական ուժին։ Կան վարպետներ, որ վճարում են 7000 դրամ մեկ օրվա համար, օգնական ուժի մասին է խոսքս։ Կան վարպետներ, որ վճարում են 8000 դրամ։ Դա արդեն իրենց մեջի ներքին պայմանավորվածությունն է, ես չեմ փորձում դրա մեջ միջամտությունս ցույց տալ։ اوكي صديقي العامل يلي بيكون مساعد للمعلم بيقبض باليوم بين ال 7000 و 8000 درام، وهذا المبلغ بيقبضه مش من المهندس، بيقبضه من المعلم يلي عم بيقبض على المتر بين ال 1800 وال 2200. تمام. يبقى كده المساعد، العامل المساعد اللي هو بيخدم على البنا، بيعجن المونة وبيفتح وبيقلب وبيناوله والكلام ده كله، مرتبه بيدفعه المعلم له، المعلم اللي بيدفع الراتب بتاعه له.
بيتراوح بين 7000 و 8000 درام. لا 8000 8000 8000 من 7000 ل 8000 يوميا للعامل كده. الرؤيه وضحت بالنسبه للبنا، وكده نعلم على الايه، على البنا كده. يبقى البنا كده ايه، خلصنا منه. البنا عامل البناء، عامل البناء. تمام، هناخدكم واحده واحده، خليكم معانا.